أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة. أنا سارة وأنا أحمد، وبنرحب بكم في نقاش النهاردة. تقدم الشاب مامي. أهلا بيكم. النهاردة هنغوص أكتر في عالم الشاب مامي، الأيقونة بتاعت الراي. معانا مقتطفات من فيلم وثائقي عنه، وهنحاول نفهم رحلته وكمان رحلة موسيقى الراي نفسها. أهلا بيكي. فعلا المصدر ده مهم لأنه بيدينا لقطات قريبة قوي. هنحاول نفهم منه إزاي الراي ده طلع ومامي دوره كان إيه بالظبط في القصة دي. البداية زي ما المصدر بيقول كانت بسيطة خالص، وهران، عيلة متواضعة. تمام. وبدأ يغني وهو لسه طفل تقريبا 8 أو 9 سنين في أفراح الحارة وكده. والحاجة اللي بصراحة لفتت نظري قوي حكاية الرمي، الفلوس اللي بتترمي على المطرب. دي عادة موجودة فعلا. هو استغلها عشان يقنع جيرانه يخلوه يغني أول مرة بميكروفون. بداية ذكية قوي. بالظبط، دي فيها روح الراي، الابتكار ده. ونيجي بقى لحاجة مهمة، لقب شاب. أيوة، لقب شاب ده، شاب مامي، شاب خالد. إيه قصته بالظبط؟ ما هو مش بس السن خالص، الفكرة كانت مرتبطة أكتر بدخول الآلات الجديدة، السينثسايزر والجيتار الكهرباء وكده، اللي غيرت شكل الراي تماما. بس الأعمق كمان هو الراي مامي نفسه. قال إيه هو؟ هو شايف إن الراي كنوع موسيقى هو اللي شاب، هو اللي متجدد دايما، وبيقول إنه هيفضل شاب طول ما هو بيغني راي حتى لو كبر. الفن هو اللي بيديله الشباب ده. دي فلسفة حلوة قوي، ويمكن ده يفسر إنه كان بيجرب حاجات جديدة، زي مثلا المصدر بيحكي عن أول مرة غنى فرنساوي. الأغنية المشهورة دي بيقول إنها كانت صعبة عليه في الأول. دي بتورينا إنه مش كل حاجة كانت سهلة أكيد. وهنا لازم نفهم السياق بتاع الراي وقتها كان عامل إزاي. في وهران ممكن يبقى فيه قبول عائلي شوية، لكن في العاصمة مثلا المصدر بيقول إنها كانت مرتبطة أكتر بأماكن السهر، اللي هي ممكن نقول عليها أماكن مش بتاعت عائلات قوي. فاهمة، ليها سمعة معينة؟ ليها سمعة معينة، وكان ليها طرق استماع خاصة بيها، زي القعدة بتاعت الصحاب، الأسرة أو البسطة زي ما بيقولوا. ما كانتش موسيقى بتسمعها في الشارع عادي في الأول. طب والمجتمع بشكل عام كان شايفه إزاي غير أماكن السهر دي؟ هو كان في قبول مؤقت في مناسبات معينة، الأفراح، الختان، كأنها حاجة مسموح بيها لوقت محدد وخلاص، متنفس بالظبط. لكن بشكل عام كان في ناس كتير شايفاها موسيقى هدامة أو دخيلة على التقاليد، وأخدت وقت طويل، يمكن 10 سنين زي ما المصدر بيلمح، عشان الناس تبتدي تتقبلها وتفهمها أكتر. طب هدامة ليه؟ هل كانت سياسية قوي مثلا؟ لا بالعكس، ودي نقطة مهمة قوي. الراي تمرده ما كانش سياسي مباشر زي الأغنية الأمازيغية مثلا، اللي كان ليها رسالة سياسية واضحة جدا. أموال إيه؟ تمرد الراي كان اجتماعي أكتر، بيتكلم بصراحة عن الحب، عن حاجات ممكن تكون ممنوعة، عن الحرية الشخصية، كلام ما كانش معتاد وقتها. فهمت، الجرأة في المواضيع نفسها. بالظبط، وده اللي خلاه صادم للناس وجذاب جدا لجيل الشباب اللي كان بيدور على صوت يعبر عنه. طب ومامي نفسه كان شايف نفسه ازاي في المعادلة دي؟ هل كان بيعتبر نفسه متمرد؟ هو كلامه بسيط ومباشر، بيقول أنا مش سياسي ومش بحب أتكلم في السياسة. هو شايف نفسه متفائل رغم كل حاجة، اوبتيميست مالجريتو. وبيعتبر أغانيه دي مجرد مشاركة لحياته وتجاربه. بيقول ما عنديش حاجة خبيها، شفافية كده. وفي حتة غريبة شوية عن إحساسه وهو على المسرح، حكاية التخونوار دي. الثقب الأسود دي. هو بيحكي إنه بيركز قوي وهو بيغني، لدرجة إنه أحيانا بعد الحفلة ما بيفتكرش تفاصيل خالص، كأن الذاكرة فصلت. غريبة دي جدا. بس في نفس الوقت بيأكد إن اللحظات دي هي أكتر وقت بيحس فيه بسعادة حقيقية، تركيز شديد لدرجة فقدان الذاكرة المؤقت، وفي نفس الوقت قمة السعادة. معادلة عجيبة بصراحة. وعلاقته بالجزائر نفسها، المصدر بيجيب تفاصيل مؤثرة، زيارته الأخيرة لوهران. أيوة، لما راح لأهله ولاحظ إن الحياة هناك هادية وطبيعية، وحتى غنى كده بشكل عفوي في مطعم هناك.
وكمان المصدر بيلمح لحزنه على الفنانين اللي اتقتلوا. طبعا دي فترة كانت صعبة جدا، والمقصود أكيد بشكل كبير الشاب حسني وغيره من اللي راحوا ضحية الإرهاب وقتها. وفي ملاحظة كمان دقيقة قوي في المصدر، اللي هي تفضيله إنه يتكلم باللهجة الجزائرية العامية حتى في المقابلات عن الفصحى، وبيلاحظ إن في ميل عند البعض إنهم يتبنوا لغات أو هويات تانية سعودية أو مصرية بدل الهوية الجزائرية الأصلية. دي بتدي بعد تاني لفهم علاقته ببلده وثقافته. صح. وآخر نقطة يمكن نتكلم فيها هي كلامه عن جمهوره والتعاونات بتاعته. تمام. بيقول إن جمهوره مش بس الجالية الجزائرية في فرنسا، لا دول كل الناس، وبيشوفوا الرأي زي ما يكون صرخة شباب. بالظبط، صرخة عالمية مش محلية بس. وتجربته مع طنطن ديفيد مهمة في الحتة دي. الأغنية بتاعتهم بيحكي إزاي الأغنية في الأول ما كانتش يعني مظبوطة قوي، لكن صوت طنطن ديفيد ده دخل عليها، أضاف لها حاجة خاصة، سحر معين خلاها تنجح وتنتشر. ده بيورينا إن الراي كمان نجاحه كان في قدرته إنه يندمج ويتعاون مع موسيقات تانية. طيب لو حبينا نختم بفكرة أخيرة كده نتأمل فيها بعد كل الكلام ده، ممكن تكون المفارقة دي اللي هي بصراحة مثيرة جدا للتفكير. إزاي موسيقى شعبية جدا طالعة من مكان محدد قوي زي وهران وواجهت كل القيود والنظرات دي، وما كانتش حتى سياسية بشكل مباشر، ورغم كل ده قدرت تعدي كل الحدود دي وتوصل للعالم كله. هل ممكن تكون طبيعتها المتمردة دي بس تمرد اجتماعي، اللي هو كلامها عن تفاصيل الحياة والحب والمشاعر العادية والمعقدة هو ده نفسه كان سبب انتشارها العالمي؟ سؤال فعلا مهم ويخلي الواحد يفكر إزاي الخصوصية الشديدة أحيانا بتكون هي مفتاح العالمية. بكده نكون أخدنا جولة أعمق في رحلة الشاب مامي والراي. شكرا جدا على المتابعة والاستكشاف ده معانا. شكرا جزيلا على متابعتكم لينا النهاردة، وياريت تدعموا الجريدة الإلكترونية جيل 24 اللي بتقدم ليكم المحتوى ده. ممكن تدوسوا على جرس التنبيهات وتعملوا إعجاب بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. شكرا مرة تانية، ونتمنى لكم أوقات طيبة، وإلى لقاء قادم بإذن الله.